السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا عاملين ايه؟ وحشتوني. اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده من مطبخ سالي صلاح. انا جات لكم النهارده بفيديو حلو قوي 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 قوي. تعالوا. دي سمك مكاريل اللي هو كاسكومري لو حد عارفه. ده جبته وقطعتها زي يعني قطعتها كده، زي ما انتم شايفين. بس طبعا اخدتها غسلتها غسله حلوه قوي 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 وظبطتها. ولازم تقطعيها تكون ماسكه نفسها، تكون متلجه عشان تعرفي تقطعيها تبقى بالسم كده. اهو بصوا، نضفتها وظبطتها وخليتها تمام التمام. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ورحت حطاها في المصفى عشان تصفي لي ميتها كلها. تمام. انا هجيب بقى هنا طبق فاضي معايا اهو. ده عصير ليمون، سمك يعني ليمون، سمك يعني ليمون. جبت ملح، جبت معلقتين دقيق ذرة اللي بنعمل بيه كيك الذرة دوت. عايزه اقول لكم بتحطوه على اي حاجه، طيور بتحطوه على اي حاجه بيدي طعم فظيع. ودي طحينه، معلقتين طحينه. الطحينه والذرة دول بيروحوا لك اي زفاره، فراخ، زفر، اي حاجه اي حاجه. جربي معلقتين الدقيق الذرة الاصفر بقى كمان احسن من الابيض، وعلى معلقتين من الطحينه. وهتقلبي كده جامد 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 كده اهو بالمنظر ده. بس عايزه ايه؟ يتقلب. مش هحط طبعا خل دلوقتي خالص، لان الخل هيعمل له زي اكلين، يعني هياكله هتلاقيه مفرفت معاكي ومش حلو خالص. ادي الخليط اهو. هنزل عليه بالسمك بتاعي اهو. اجيب بقى معلقه كبيره. وفي نفس الوقت الليمون اللي انا عصرته هنزل بيه واسيبه عليه. ليه؟ لان يديني برضو ريحه الليمون تبقى فيه فظيعه وجميله اهو. قلبه بقى اهو. بصوا بقى اهو. اديني اهو مسكتها همكتها بالخلطه ديت وظبطتها وخليتها تمام التمام. تعالوا نحطها في التلاجة ساعة او ساعتين. كل ما تقعديها كل ما تبقى احلى، كل ما تقعديها كل ما تبقى احلى. تعالوا يلا نحطها في التلاجة ساعتين ونرجع لبعض. ورجعت تاني بقى بعد ما السمك بتاعي سبته في التلاجة زي ما قلت لكم كده ساعتين كده، اول ما خلصت اصلا اللي ورايا. فسبته ساعتين اهوت. غسلته. تعالوا بصوا الاول بقى انا عملت ايه. انا غسلته غسله، بصوا بقى ابيض ازاي. بعد بقى ما عملته من التتبيله اللي عملتها معاه، كل معلقه الدقيق، معلقتين النشا اللي هقوله معاه، معلقتين الدقيق ومعلقتين الطحينه والملح والليمون. غسلته وبعديها اخدته وغسلته غسله نظيفه جدا 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 جدا. وقمت سايباه ومصفياه عشان ما يبقاش بالميه بتاعته. تمام تمام. انا بقى جبت معايا الطبق ده هنا. ده الطبق ده فيه ايه بقى؟ الطبق دوت فيه قولوا توم. فيه توم وفيه هريسة الشطة اللي هي الحمراء. يبقى هنا معايا توم 3 معالق، وفيه هريسة ايه الشطة. حلو كده حلو كده. هاجي وانزل معايا قبل بقى ما اقول لكم انا هنزل بايه. معايا هنا بابريكا، معايا هنا بهارات سمك، كمون، ملح، كزبره. يبقى ايه الطبق دوت؟ كمون وملح وكزبره وبهارات السمك بتدي نكهه حلوه قوي للسمك، وبابريكا. هنزل عليها كده بالمنظر دوت اهو. وهديها تقليبه كده حلوه معتبره. اهرس بس عشان طبعا انا الفلفل والثوم كانوا في الفريزر، فايه عشان يدمجوا كده مع بعضيهم بدل ما يبقوا مجمدين. يبقى معانا هنا حطينا معلقتين او 3 فلفل هريسة الشطة، ومعايا معلقتين توم، ومعايا بهارات السمك، معايا ملح، معايا كمون، معايا كزبرة، معايا فلفل اسود اهو. لحد ما بخليتها عاملة ازاي كده المنظر ده. هنزل عليها بمعلقة من الخل، هنزل عليها بمعلقه من الزيت بالمنظر ده. هنزل بعصير الليمون. طبعا سمك قلتلكوا سمك يعني ليمون. دي 3 4 ليمونات ولا يهمك من الليمون، السمك بيحب الليمون. تمام كده تمام. برضو هقلبها تقليبه هي حلوه جامده كده اهي مع بعض. واقوم جايبه بس الطبق ده، اخده نص الخليط ده، معلقتين بس منه مش اكتر من كده اهو. حلو لحد كده حلو لحد كده. هاجي بقى السمك بتاعي اهو، هنزله هنا على الحاجه دي، وهقوم جايه مقلباه، مدخله كل التتبيله ديت فين؟ فيه.
ادي كده انا خلصت اهوت. ادي السمك بتاعتي بعد ما حطيته بقى في التتبيله واديته تقلبتين ثلاثه كده معتبرين، ونزلت عليهم طبعا بالليمون بتاعي وظبطته. هحطه في التلاجة ساعه عشان عايزاه يشرب من التتبيله بتاعتي، يشرب منها عشان يبقى الطعم كده وانتي بتاكليه حاجه تانية. فهنسيبها ساعه، ساعه عايزه اسيبها اكتر حاجه ترجع لك. انا هسيبها ساعه عشان الحق تشرب من تتبيلتها، عشان دي التتبيله الرئيسيه بتاعتها، خلاص مفيش غسيل تاني، دي التتبيله الرئيسيه بتاعتي اللي هحطها بعد كده على اللي انا هعمله بيها. فخلاص هسيبها ساعة ونرجع بعد الساعة هنشوف ايه اللي هيحصل. ورجعت ليكوا اهوت بعد ما قعدت ساعة في التتبيلة بالظبط اهوت. جبت قارب معايا، بيركس اي حاجة عندك طبعا، انا بقول لك على يعني اللي انا جايباه قصادكم. جبت هنا حطيت معايا بصل، جزر، طماطم، فلفل الوان احمر على اخضر، على الحاجات اللي انتوا ايه عارفينها ديت. هنزل كده بالبطاطس بتاعتي 3 4 بطاطسيات هنزل عليه. تمام تمام كده، استنوا بس كده اهو. هقلب ده كله اهوت، ولا اقول لكم استنى لما نحط التتبيله نبقى نقلب. بصوا بقى دي التتبيله، بس طبعا انا كان عندي فيه كوبايه طماطم والله في التلاجة، قلت بدل ما تتركي اللي هحطها ايه على التتبيله دي. وهنزل بالمنظر دوت اهو. دي التتبيله اللي احنا عنا نصها، مش احنا عنا مع بعضينا نصها، دي بقى ايه نصها. هدمجها كده كلها مع بعض كده بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دوت اهو. شايفين؟ قبل ما ادمجها بس كده رشه كده حلوه من الزيت، خليها ايه بتلمع كده، بتلمع يا جماعه. يا جماعه 100 مره اقول لكم ابدعوا ابدعوا. خش اخترعي، باظت مره خلاص المره الجايه ما تعمليهاش. بس نبدا اكيد في مره يعني انا ايه اقعد ابدع بقى شويه. طلعت حلوه كان بها، طلعت وحشه خلاص ما نكررهاش. فيا بس ابداوا بحاجات تبقى بسيطه. اديني بصوا المنظر اهو. اجي بقى هنا بالسمك اهو بتاعي بقى، ارصه بقى رصه كده من نار. عايزه اقول لكم اصلا سمك الكاسكومري ده بيبقى، او المكاريلي يعني احنا معروف عندنا في اسماعيليه كاسكومري. مش عارفه بقى اي بلد عندكم بقى، لو بتتابعوني قولوا لي بقى عندكم ده اسمه ايه. اهو على فكره الاكله دي بتتعمل بالبوري، بس انا صراحه اللي انا بتعامل معاه ما لقيتش عنده بوري النهارده. قال لي لا انا عندي ميكريل، قلت له اوكي ابعت لي يا بابا ميكريل، ابعت لي كسكومري، ابعت لي. المهم يبقى انت تبعت لي عشان اعمل اهو. هنرصه بقى كده بالمنظر ده كده بقى كده. شايفين اهو؟ مش هقول بقى شمين عشان لسه مش ريحه. جبت طماطم قطعتها طرنشات عشان تديلي لون كده رائع رائع كده من فوق. حتى الحركه دي اعملوها في صينيه البطاطس، هتدي معاكم كده كل ده هينزل على السمك. الخطوه بقى بتاعتنا، جبت مكعبين من الزبده هنحطه في كل مكان اهو. زبده حلوين مش سمنه، يعني في حاجات تنفع نستبدلها بالسمنه، وفي حاجات ما يصحش خالص نستبدلها بالسمنه. انا حطيت مكعبين كده من كام مكعب، حطيتهم في كذا مكان اهوت. هنحطه في الفرن اهو. ثانيه واحده ثانيه واحده لكم على حاجه. تمام. جبت بقى معايا الورق الفويل بتاعي وهقوم مغطياه وحطاه في الفرن لمدة 25 دقيقة. وبعد كده هشيل الورق من عليه وايد الشواية عشان اديله اللون الحلو اللي احنا عارفينه. يبقى 25 دقيقة في الفرن، وبعد كده هشيل واديله اللون احمر من على الشواية. انتظروني. رجعت ليكوا بعد ما الريحة عندي قلب المطبخ. والله العظيم عارفين لو اخترعوا حاجة بس كده عشان تشموا بيها. بصوا بقى استنوا بقى اقرب لكم بقى التليفون بقى. بصوا الجمال يا جماعه يا جماعه، الريحه الريحه يا فوزيه الريحه. عايزه اقول لكم الريحه قلب عندي البيت، قلب عندي المكان، من الريحه بتاعت السمك طالعه فظيعه. ما دقتش لسه ما دقتش. تعالوا بقى كده نشوف، ندوق ندوق ندوق. تمام بسم الله. بس عايزه اقول لكم بصوا البخار والله العظيم، بصوا لسه طالع حالا حالا من الفرن. بس مش عارفه هدوق معاكم ازاي بقى وهو مولع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بصوا السمك عامل ازاي. لا ما هو انا عايزه ادوق معاكم بقى عشان اقول لكم رايي، فاستنوا بقى عليا استنوا. بصوا بقى الجمال. بصوا الحلاوه. انا قلت لكم هدوق. ندوق بقى كده مع بعضينا.
طبعا بقى انا هدوق بعد ايه بقى بالرز وبتاع، بس انا هدوق مؤقتا معاك. بصوا الجزر. جميل. لا جميله. لا بجد عايزاكم تجربوها ضروري ضروري، لانها هتعجبكم جدا جدا جدا. مع الرز بقى حكايه، وادي بقى السلطه كمان بتاعتنا. ده كان فيديونا النهارده، يا رب يكون عجبكم كده النهارده في الفيديو. بس ما تنسوش بقى لو كنتوا لسه متابعيني اللايك والاشتراك. اللايك يا حلوين، حطوا لايك، اوعوا تنسوا اللايك. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، صينيه السمك المكاريل او الكاسكومري، عندنا في اسماعيليه كاسكومري. لو انتم متابعيني قولي لي بقى عندكم متابعينه في ايه في الكومنتات، مسميينه ايه. اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ ساسو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.